السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. ركعوا واشركم ورمضان كريم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلام. اليوم فيديو جديد إن شاء الله غنشارك معكم السفوف أو السلة، الطريقة ديالي كيفاش كنخلطو، كيفاش كان نطحن المقادير. المهم نبداو على بركة الله، بسم الله. المهم هنا عندي جلجلان كنحمرو هكا في الكوكوط. صراحة هاد الكوكوط غليظة، كطيبو على خاطرو كيجي محمر وزوين باش كيطحن لينا وكيعطينا واحد المذاق زوين. المهم نحمر هنا المقادير كاملين. عندي 3 كيلو ديال الجلجلان. عندي هنايا هذا إيلان تا هو غنصحدو. المهم غادي نحمر كاوكاو نديرو في الفران. وهادوك سميتهم كاملين غادي نتاوما نصهدهم. النافع، ربعة ديال النافع، ربعة ديال الإيلان، ربعة ديال زرعة الكتان، وربعة ديال حبة حلاوة. المهم هنا هذا غنديرو في الفران. كاوكاو غادي نديرو في الطاوة وغادي ندير ليه شويه الزويته، غير شويه ديال واحد نقيطه ديال الزيت باش كيتحمر وكيتفسخ لينا. هذه طريقه صحيح الصراحه ساهله، دغيا كتسهل علينا التحيات ديال القشره. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتابعوا للاخير ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي يخرج معنا السلو ديالنا اولا السفوف. هو صحي وكيعاوننا على الصيام، كيعطينا واحد الطاقه. وراه ضروري في المائده ديال عفوا ضروري في المائده الرمضانيه ديال المغاربه. كما كتشوفوا هنا راه جلجلان بعد ما حمرته راه طحنته. بغيت نشارك معكم الطحين باش ما يجيش الفيديو طويل. كما كتشوفوا ها هو مطحون، ما عاوتاني ما سحقتوش بزاف تا ولا هكا. المهم تولي رطب معانا وصافي. المهم عندي هنايا كيلو ديال اللوز. المهم الزرارع راه رابعة 15 درهم. وعندنا سميتها شويه ديال المسكه الحره، والكوزه غندير غير نص وحيده تقوش من الكوزه. والزرارع غادي نطحنهم مزيان وغادي نصفيهم، ضروري تغربلوهم باش مكيجوش حرشين، هما شويه قاصحين ضروري كنغربلوهم. تنبقاو مستمرين نطحنوهم ونغربلوهم حتى نكملوا المقادير اللي عندنا كاملين. ونتمنى ان شاء الله يدخل لنا هذا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الله يقدرنا على الصيام وعلى القيام. كما كتشوفوا هنا عندي كاوكاو راه تحمر في الفران، راه كيجي ناشف، راه ما كيجي ما مزيت ما والو، ودغيا كتحيد كما كتشوفوا القشره. وما غاديش نحيدو القشره كامله، المقادير كامله غير شويه منها، تقريبا نص يبقى بقشرته والنص نقشروه باش ما كيجيناش عاوتاني داك اللون غامق ديال القشره ديال الكاوكاو. المهم هنا غادي نستعمر، غادي نقشر منه شويه وغادي نصفي عليه ديك القشره نحيدها الزوائد. وكيبقى على هاد الطريقه هذه. وغادي ندوز نطحنو. اللي بغى يطحنو مزيان يطحنو مزيان، اللي بغى يهرمشو بين وبين. المهم انا حاولت نصف الكميه نطحنها مزيان ونص الكميه نخليها شويه مهرمشه.
صافي وغادي ندوز. هنا عندي كيلو ديال اللوز شريته ب90 درهم. وغادي اما تغليوه في شويه ديال الماء هكا، واحد شويه، غير شي 2 دقائق ولا 3 دقائق، اولا تخويو عليه الماء طايب. هنا خويت عليه الماء طايب وتتخليه واحد شويه حتى يبرد باش تقدروا هكا تحيدوا ليه الجلفه ديالو. واللي بغى يحمرو في الفران يحمرو في الفران، كل الطريقه ديالو. المهم انا كتعجبني هاد الطريقه، كنقشرو حيد القشره نحمرو في شويه ديال الزيت صافي، وكنطحنو وكنخلي واحد قياس ديال الزلافه هكا صغيره، كنلوحو هكا طريفات هكا صحاحي. المهم هنا راه عندي درت 4 كيلو ديال الطحين، حمرتهم نتاهما في الفران وغربلتهم صافي، وغادي نخلطهم. دابا غنبدا التخلاط ديال الصفوف ديالي على هاد الطريقه هادي صافي. كندير كما قلت لكم الطحين، جلجلان حتى هو 3 كيلو مطحونين. هنا عندي الزرارع كاملين، زرعة الكتان، نافع، حبة حلاوة، هادو مطحونين ومغربلين صافي. وعندي هنايا كاوكاو 2 كيلو ديال الكاوكاو محمرين ومطحونين. كما قلت لكم نص هرمشتو ونص طحنتو مزيان. وعندي كيلو ديال اللوز، هنا عندي هذا إيلان حتى هي رابعة، طحنتها وغربلتها من الأحسن باش ما كتبقاش لينا كاع داك شي حاجه حرشه هكا الحروشيه في الصفوف ديالنا، من غير كاوكاو بطبيعه الحال واللوز وجلجلان هادو تيبقى التقرميشه ديالهم صافي. وكنخلطوا هادو المقادير ديالنا مع الطحين. كنزيد هذا كيلو ديال اللوز حتى هو كما قلت لكم محمر ومطحون. ايوا صافي غنستمر على هاد الطريقه. غنزيد سميتو المقادير ديالي. نسيت ما قلت لكم القرفه حتى هي مطحونه. غنزيد 3 المعالق ديال القرفه، نص كاس ديال مزهر، شويه ديال الملحه نصحوا بها المذاق، وسكر كلاصي تقريبا هنا خدا ليا نص كيلو وشي حاجه. وعندي هنا المسكه الحره درتها مع شويه ديال السنيده وطحنتها مع شويه ديال الكوزه نص كوزه كما قلت لكم. نزيد شويه الملحه، شويه المزهر والقرفه كما قلت لكم على حسب نتوما كتزيدوا المقادير اللي بغيتو، الانسان ما يكثرش. يا صافي وغادي نخلطوا هاد المقادير مزيان. والحلاوه تتبقى على حسب الذوق، كل واحد واش كيبغي الحلاوه. الانسان ما يزيدش الحلاوه عاوتاني فوق القياس، بين وبين محلو ما يعني ما تصحوا الاذواق. وكنتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم يدخل علينا بالصحه وبالسلامه وبطول العمر ان شاء الله. والله يوفق الجميع ان شاء الله يا رب العالمين، والله يقدرنا على الصيام وعلى القيام ان شاء الله يا رب العالمين. كما كتشوفوا كنخلطهم مزيان. صراحه انا السفوف راه ما كيبقاوش ليا مده طويله باش يعني غيفسد ولا شي حاجه، راه كيتكلف يعني في شهر رمضان راه الشهر الكريم راه كيسالي مع العيد تقريبا. هاد الكميه هذه راه كتستهلك ما كتبقاش مده طويله. المهم هنا راه عندي شويه ديال الكاوكاو خليته هكا طريفات صحاح كيعجبوني هكا في سلو. وهنا راه درت الزبده وشويه ديال الزيت ديال نوار الشمس خفيفه، هذيك كتجي خفيفه وراها ماشي مضره، ما كتضرش لا المعده لا حتى شي حاجه. انا كنستعملها دائما
وما كتضرناش في المعدة. يعني كندير غير كمية بسيطة، والزبدة راه حتى هي ما كنكتروش منها، وراه الانسان كياكل غير القياس ديالو هكا طبيصل صغير، وراه ما كيكترش منه. يقول الانسان يحافظ على المعده ديالو، اي حاجه راه كتاكلي منها غير غير مقدار بسيط، الانسان ما يكترش. وهاد الشهر ان شاء الله راه ديال القيام وديال الصلاه والقيام، ماشي ديال الاكل. الانسان ما يكترش وما يفس ما يبقاش غير يطيب ويخسر، يعني يسرف، ما يكونش الاسراف. كما كتشوفوا هنا راه خلطت هاد الكميه، قسمتها على جوج وخلطتها كما كتشوفوا. وصافي غادي نجمعها نديرها في الباطا وناخذ غير الكميه اللي بغينا. هكا السفوف ديالي جا على هذا الشكل هذا، يعني ما ميقدمش عاوتاني ماشي ناشف، يعني موين. واللي بغى يدمو راه كيزيد الزبده على حسب الخليط. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وطول العمر ان شاء الله. والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه الجميع، السلام عليكم.